السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو خفيف ظريف. واحد الفيديو اللي الصراحه اللي غزال. اليوم جبت نشارك معكم واحد الكيك جاني رائع. اول تجربه جربته معكم هو هذا. كيجي غزال الصراحه بدون سكر، بدون اي اضافات، بدون طحين ابيض. كيجي رائع وكيجي ناجح من اول تجربه. غزال عجبني المذاق ديالو. غزال ما غتسخاوش بها هكا تحطوها للضياف، ما غتصدقوش بانها بدون سكر. شي اللي كلاها عندكم ما غيصدقش بانها بدون سكر، فقط انكم تبعوا النصائح. واي تساؤل اللي بغى تجربه واي تساؤل فراه تخلي لي في التعاليق وانا غادا نجاوبها. عندي 230 غرام ديال التمر، محيده لها العظم ديالها، وغادا نرطبها بواحد الكاس عامر ديال الحليب سخون باش ترطاب ليا دغيا. انا بقى شاط ليا واحد شويه وانا نزيدو، ما خسرها ليا ما والو. المهم هذاك شويه ما بغيتوش يضيعوا زدتو فوق الكاس. غنخليه واحد 5 دقائق يتفى ليا هاد الخليط، وبحال يرطاب ليا داك التمر باش ملي نطحنو يجيني زوين. عندي 2 البيضات كبار، عندي 3 المعالق ديال الزبده دائبه، ممكن انكم تعوضوها بزيت الجوز. عندي شويه ديال القرفه و2 معالق صغار ديال شوكولا بودره، وعندي هنا 2 كيسان ديال الشوفان مع 2 تخمارات. وللتزيين كنعرفوا بان هذا النوع الكركاع والشوكولا كيتماشى معاه. شوكولا ضروري انها ما تكون سكري، تكون نوعيه جيده. بالنسبه للمول، اي اطار عندكم سواء دائري سواء مربع سواء مستطيل خدموا به. غادا نجيب هنا اللي عندكم سواء الخلاط الكهربائي ولا بغا ميكسو. صافي وخا تخلطوها. حنا حاجتنا في واحد الخليط اللي يكون ليس. صافي كنخدموها مزيان. وفي هذا الاثناء الفرن راه شاعل على 170 درجه. غادا نعبر هنايا الشوفان. الحاجه اللي نسيت هي قبيصه ديال الملحه، فما تنساوهاش. فغادا ندير هنا 2 كؤوس عامرين ديال الشوفان اللي طحنتو انا. خديت ديال العلب هو اللي كنتيق فيه، وكتكون حتى الريحه ديالو ما مجهداش. عندي 2 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادا نجيب هنايا نغربل هذيك شويه ديال القرفه و2 معالق صغار ديال الشوكولاته خام. غنغربلهم مزيان باش ما يبقاش يتحبوا معايا. ممكن ديروا حتى اكثر بالشوكولاط اللي مهم انايا 2 المعالق اللي عطيتكم فقط. ممكن انكم ديروا اكثر. زبده دائبه. واي تساؤل راه قلت لكم هذا نجاوبكم عليه في التعاليق. اللي بغى يجربها وضروري انكم غير جربوه، والله ما غتندموا عليها. الحاجه الوحيده اللي ما تندموش عليها الصراحه اللوغو كيبقى في الفم ديالك، كتسالي معاك السير بلاصه ان المشكل تاع انها كتسالي في ساعتها. هذا هو المشكل الوحيد اللي فيها، اما هي ناجحه. هنا انا دائما راكم كما كتعرفوا غالبا كنلبس هاد الاطار ديال الكيك، كنلبسو بورق الزبده. الكيكه كتهز معايا بكل سهوله. وصافي غادا نصب هاد الخليط. هذا هو القوام ديالو. راه ما تخافوش معاه. هي ما كتجيش واحد الكيكه اللي طالعه الفوق، يعني عاديه كتبقى في واحد المستوى، غير كطلع غير شويه. هذا باش نكون معكم صريحه. ولكن رائعه 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 وغزاله. غادا نزينوها بهذاك هنايا خديت حبيبه شوكولات. ممكن ديروا نتوما ديال بيبي شوكولاتيك ديال الكوكيز. انا هادو راه هادو اللي كنخدموا بهم في الشوكولاته الداخل، ماشي فقط للتزيينهم، كتخدمي بهم حتى لداخل في الكيك. صافي. والجوز حتى هو راه كيتماشى لوغو ديالو، ممكن ديروا فيه حتى لداخل. المهم راه كيبقى هنايا الفوق كيهبط منه غير شي شويه. كندخلوها على 170 درجه. دغيا راه دغيا كتوجد الصراحه. انا هنا الفران عندي راه فيه الفوق والتحت مع المروحه. هنايا هنا راه قلبتها مع انا راه كيما قلت لكم اول مره. كتعطيكم هذيك الرائحه ديال القرفه مع التمر، كتعطي واحد الرائحه راكم عارفينها بشكل زوينه غزاله. كتواتى مع القرفه بزاف. التمر كيتواتى مع القرفه مع الشوكولات، كيعطينا واحد لوغو لي زوين. هذا هو الكيك ديالنا. كيجي الصراحه رطب. القوام والله الا رطب كتحسوا بها بحال كانها مسقيه.
وكتاكلوها يعني بعينيكم مغمضين. اللي مازال ما تابونات عندي واول مره كتدخل، فما تبخلش عليا بواحد تابونا في القناه، تشترك وتفعل زر الجرس، زر الجرس، وواحد لايك وواحد تعليق تشجيعا. هنا راه هاد القطعه الصغيره الاولى راه كيما قطعتها كلاها وليدي. شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. الصراحه راه ما غتندموش عليها، والله ما غتندموا عليها. جربوها بعينكم مغمضين وغترحموا لي الوالدين عليها. ما كتحسيش بها بانها بدون سكر. انا راه اول تجربه ديال سيل هذا النوع ديال هذا الكيك هي معاكم ان شاء الله. بيتوني نبقى نشارك معكم هاد الانواع ديال هادو الصحيين، مرحبا.